مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بصحة جيدة. اليوم طبعا راح اسوي لكم اطيب قيمة نجفية ومكوناتها كلش سهلة وبسيطة، واتمنى يعجبكم وتتابعون الفيديو للاخير. هنا أنا عندي لحم بقر، اذا تردون تضيفون لحم غنم هذا اختياركم. انا هنا لحم بقر وعندي قليل لحم غنم. هنا عندي حمص تاركته من بارحة. عندي 3 حبات راس بصل كبار مستخدمته ومقطعته شرائح بهذا الشكل. هسه هنا أنا حسام جاي قطع اللحم، لازم تكون قطع كبار، يعني ما يصير نقطعها قطع صغار، بس أهم شي قطع كبار. وبعدين راح نبلش نقطع اللحم يكون قطع بالطول. هسه اللحم قطعناه بهذا الشكل، خلصت يكون عندي جاهز. ضفت هنا ملعقة كبيرة زبدة أو تردون تضيفون الزيت، هذا الشي اختياركم. ويا البصل مع التحريك مدة دقيقتين إلى أن يكون البصل لونه ذهبي. هنا عندي لحمة راح أحمسها ويا البصل مع التحريك مدة دقيقتين، وبعدين أتركها مدة 10 دقائق. ومثل ما شفتوا اني هنا ما ضفت ولا ملح ولا قطرة بهارات ضفت على اللحم ولا على البصل. بس حمست البصل ويا اللحم وراح اتركه مدة 10 دقائق. وهنا خلصت 10 دقائق وجاي اضيف الحمص وبعدين اضيف المي حار. هسه هنا راح اضيف المي حار واغطيها وارجع لكم بعد ساعة او ساعتين الى ان نشوف يكون عندنا الحمص واللحم يكون مستوي عندنا، واشوف لكم الخطوة الاخيرة. هسه جهز عندي اللحم وحمص، اخذت عندي مدة ساعة و45 دقيقة على نار عالية. طبعا هنا أنا ضفت ملح ويا سوب اللحم وضفت معجون. هسه راح نبلش بالخطوة الأخيرة. هسه هنا جاي أضيف اللحم وحمص، وأقدر أشوف الملح إذا يحتاج له بعد أو أكثر. هذا الملح اختياركم طبعا. هنا أنا هسه أنا بس أحركها مدة دقيقتين أو 3 دقائق تحريك مستمر، ونص النار على نار هادئة. وراح أضيف التوابل، والتوابل طبعا أنا مسويتها بالبيت. هنا عندي كمون وعندي هي المطحون، وعندي 3 ملاعق كبيرة نومي بصرة أو الليمون اليابس، وعندي هنا دارسين أو القرفة. وراح أضيف التوابل على القيمة وأخلطها وأتركها مدة ساعة على نار هادئة. من تخلص القيمة مدة ساعة على نار هادئة وراح أشوف لكم الشكل النهائي. اما خلصت مدة ساعة قيمة على نار هادئة، ريحتها شي خرافي وطعمها ما اقدر اوصف لكم يا طعمها روعة. واتمنى تجربونها وكتبولي بالتعاليق اذا جربتوها. واذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسونا باحلى لايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم فيديوهاتنا الجديدة، وشاركوا رابط قناتنا على اصدقائكم واقربائكم وتكونون جزء من عائلتنا. ومع السلامة، باي باي.